من الهتاف إلى التوتر. كيف تحولت علاقة الجماهير المغربية بمنتخب مصر في إفريقيا؟ في مباراة الجولة الثانية بين مصر وجنوب إفريقيا، امتلأت مدرجات ملعب أدرار بمدينة أجادير بأكثر من 40,000 متفرج، كان أغلبهم من الجماهير المغربية التي حضرت لدعم الفراعنة. لم يكن حضورهم عابرا، بل كانوا يتفاعلون مع كل هجمة مصرية بحماس، ويطلقون صافرات الاستهجان كلما استحوذ لاعبو جنوب إفريقيا على الكرة. هذا المشهد الاستثنائي دفع الاتحاد المصري لكرة القدم لتوجيه رسالة شكر رسمية إلى الجماهير المغربية، جاء فيها: يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير إلى الجماهير المغربية الشقيقة على المساندة الكبيرة التي حظي بها منتخب مصر خلال مبارياته بمدينة أجادير ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية. وأضاف البيان: يثمن الاتحاد هذا الدعم الصادق الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين المصري والمغربي، ويؤكد الروح الرياضية الرفيعة والتلاحم العربي داخل الملاعب الإفريقية، ويتمنى للمملكة المغربية الشقيقة دوام النجاح والتوفيق في تنظيم البطولة بما يليق بمكانتها وقدراتها التنظيمية.